هاد الفيديو خاصو يوصل لكاع المسؤولين المغاربه وكاع الشعب المغربي كامل. كاس افريقيا هذا اللي داز وكاس ديال العالم راه عطانا جوج ديال الخصائص اللي ولات عند الشعب المغربي، اللي الدول المتقدمه كيصرفوا عليها الملايير ديال الدولارات زباله ديال الفلوس باش تولي عندنا حنا ولات عندنا فابور. والخاصيه الاولى وهي اللي اكتسبناها من كاس العالم اللي هي انه ولات عندنا عقليه انتصاريه. راه قبل راه كانت عندنا عقليه انهزاميه، اي حاجه كنديروها كنفكروا خصنا نخسروا هي الاولى. دابا ولات عندنا عقليه انتصاريه، ولينا كنفكروا كيفاش غنربحوا، ما بقيناش كنرضاو بشي حاجه من غير الفوز ومن غير المراكز الاولى. راه ولد صغير دابا باقي يلاه كيقرا في الابتدائي، كتمشي كتسولو كتقول اش بغيتي كيقول لك بغيت ننجح. والخاصيه الثانيه هي التحمل ديال المسؤوليه. هادشي اللي وقع في الفينال، راه قبل ما يوقع هادشي هذا كامل راه كنا غنبداو كنقولوا الركراكي ارحل وغنبداو نسبوا في دياز ونسبوا كاع اللعابه اللي كاينين تما. دابا شنو ولينا كنقولوا؟ لا، راه حنا اللي درناها لراسنا، حنا اللي كاشرين نديروا بحال هكذا. وهذه راه واحد العقليه ديال تحمل المسؤوليه اللي مهمه بزاف باش يتبنى عندنا شعب منتج قوي كيدير بلاصتو وكيرجع الدوله كامله من الدول الاولى، ما كيبقاش من الدول ديال العالم الثالث. هذا الشيء خاصنا حنا كمغاربه بعدا نعرفوه، زائد خاص المسؤولين يستغلوا هذا الشيء هذا كامل بطرق استراتيجيه باش يتخدم عليه. بارطاجي هذا الفيديو مع اي واحد مغربي كتعرفوا، يا كاين في المغرب يا خارج المغرب، وخاصو يوصل حتى للمسؤولين، لانه هذا الشيء بصح خاصنا نستغلوه، لانه هذا الشيء هذا هو اللي غيخلينا في مراتب عليا في هذا العالم هذا، وغيخلينا يضرب لنا الف 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 حساب.